عقدت الجولة 32 من الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين حول حقوق الإنسان في بكين، وناقش الاجتماع حقوق الإنسان وقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المرأة، والتي تغطي التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما قضية المهاجرين وطالبي اللجوء، مع التركيز على حماية حقوقهم الأساسية. كما كانت قضية مراكز التأهيل والتعليم الثقافي لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية على جدول أعمال الاجتماع، بحيث أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الوضع الفعلي للإيغور مقلقا للغاية. ازدادت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بقيمة 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا جميع الواردات التي تشحنها الصين للولايات المتحدة. توصلت حركة حماس في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واتفق الطرفان على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم حركة حماس: تم التوصل إلى اتفاق التهدئة بعد اتصالات مع مصر، وتم التوصل إلى العمل على اتفاق التهدئة السابق. ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام بشن غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، 3 منهم من حركة حماس، وقتل ضابط إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني. أجرت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية تحقيقا في مزاعم تسريب معلومات سرية لصواريخ فرد صوتية إلى وكالات استخبارات أجنبية. وكشف تحقيق أولي أن التسريب كان مرتبطا بشكل مباشر ب10 موظفين في المركز الروسي لدراسات الصواريخ والمركبات الفضائية. سنت حكومة أوزباكستان قانونا جديدا يشرع على وجه التحديد في تدريب منتظم للسجناء في السجون وفقا للظروف الفردية حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم والتكيف مع الحياة الاجتماعية بعد إطلاق سراحهم. وسيبدأ التحضير لهذا القانون عام 2018 وسيتم العمل به عام 2022. ذكرت وكالة CNN أن طائرة الحوت الأبيض الجديدة هي طائرة نقل عملاقة هبطت في مطار تولوز بفرنسا بعد 11 دقيقة من الرحلة، وهي على شكل حوت بعيون زرقاء، وسيتم اختبار كامل عملية اختبار الطيران لمدة 600 ساعة في الأشهر 10 القادمة، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها عام 2019. ويبلغ طول الطائرة 63 مترا وارتفاعها 19 مترا، وقد ازدادت قدرتها على النقل بنسبة 30% مقارنة مع طائرة النقل السابقة.